في قرية اسمها نواح، موجودة في وادي بين جبال عالية. الشمس ما بتزورهمش من سنين، محدش فيهم شاف ضوء. الولد اللي بيحلم يشوف الشمس. كان في ولد اسمه سهيل، عمره 12 سنة. كل ليلة يطلع يبص من الشباك ويسأل نفسه: يعني إيه شمس؟ لونها إيه؟ ليه ما بنشوفهاش؟ جدته كانت دايما تقوله: ما تسألش يا سهيل، الشمس لعنة هنا، كل اللي دور عليها راح. بس سهيل ما اقتنعش. كان بيرسم شمس في الكراسة بتاعته ويكتب جنبها: أنا هطلع النور حتى لو كله ضدي. السر المدفون في الجبل. في يوم سهيل سمع الكبار بيتكلموا بصوت واطي في بيت العمدة. سمع كلمات زي: البوابة، الغرفة، الخاتم، ممنوع حد يقرب. الليل ده خد مصباحه وطلع يجري ناحية الجبل اللي ممنوع حد يروحه. كان في فتحة وسط الصخور، فيها باب حديدي ضخم وعليه رسم شمس محفورة ومتغطية بسلسلة. لما مد إيده على الباب، الباب اتحرك وصوت غريب همس في ودنه: لو فتحت هتشوف اللي محدش شافه، بس هتدفع التمن. سهيل دخل ولقى نفسه في غرفة مليانة مرايات، والضوء بيتحرك جواها زي الكائن الحي. فجأة ظهر قدامه نسخة منه، بس عينيها سودة وبتضحك. أهو النور اللي كنت بتدور عليه، بس مش أي حد يستحمله. بس السؤال اللي لسه محدش جاوب عليه: ليه الشمس اختارت تطلع دلوقتي؟ وفي النهاية ما تنساش، لو عجبك القصة اعمل لايك واشتراك لمتابعة ما هو جديد.